السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وصحبه وسلم. للمرة الثانية نطلع بمقطع الفيديو، مع أني ما نحبش الظهور، لكن الأمر يتطلب أن نطلع ونحكوا، بحكم أني مواطن ليبي أبا عن جدا من التراب الأصلي. للأسف أنا نشوف في مناكفات سياسية، مع أن ما عندناش فيها سياسة ولا نحكوا على سياسة، لكن للأسف نحن كمواطنين ليبيين تعبنا بصراحة، تعبنا شرق وغرب، وللأسف تمينا منظر قبيح ومنظر غير لائق. والحل موجود، الحل موجود، لكن للأسف الكرسي هذا قصة، الكرسي قصة في ليبيا يقمص حتى يعني كرسي مدرسي، والله كرسي اي مدرسي، اي كرسي مع شي بيطلع من الكرسي، يشبه بالكرسي، يمسك الكرسي، ما عندهاش نظرة بتاعت حلال وحرام والعمل كلام مقبول او غير مقبول، او انا ما اقدرش ننجز الشيء لكي نعطي فرصة لغيري. هذه ما ليس موجودة بليبيا. انا بحكم اني ليبي ولي راي نسأل عليه امام الله ورسوله يوم القيامة، وجهة نظري الحل موجود بعد قسمته على الله امام الملك الصالح الملك ادريس السنوسي بان عهدا ومبايعة الوطن و القسم. كان نحن مسلمين مسكين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش سهل، راهو مش سهل القسم راهو مش سهل. تقسم وتمشي في قيسك على اساس انك قنعت العامة ونسيت الرب العباد والبلاد. أنا أشوف الوضع بحكم ما فهمنا في ديننا إن كأننا نحن في عقوبة. أنا الرسالة هذه موجهة للشعب الليبي كله، نحن قاعدين في عقوبة. عهدنا رجل صالح، كلكم تشهدوا به إن رجل صالح، كلكم تشهدوا به إن من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم عارفين إن الرجل هذا رجل زاهد في دنياه، حتى بعد ما انتقل لرحمة الله كان مكان جنب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كافية. اليوم غرب وشرق الموضوع كله كرسي، مش دولة، مش دولة، اللي واضح مش دولة. وهذا يحشي من عنده وهذا يحشي من عنده وهذا يدز في مجموعات يتكلموا، وانت نحن نبو. ما شافوش الشعب الليبي شو سير فيه. الشعب الليبي راهو قاعد يئن، الشعب الليبي راهو يشحت، الشعب الليبي منظره قبيح بين الدول. يعني اللي يمرض يلموا له هاله ويجروا به، والله يخش واحد من اهل الكوم ويقول له هاك فلوس